ما عنديش الا صدر فرخه متبقي، مش عارفه اعمل ايه، ورجعت من الشغل متاخره والفطار قرب خلاص. يلا بينا واقول لكم ونعمل المفرومه بصدر الفرخه دوت. يلا بينا يلا بينا ونعمل المدفونه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كيلو من البطاطس مقطعينه مكعبات بالشكل ده كده، هنحطه على النار بميه سخنه، ميه سخنه بالشكل ده كده. حطينا معلقتين زيت وهننزل معاهم بمعلقه سمنه كبيره بالشكل ده كده، هنسيبها تسيح. هننزل بالفراخ بتاعتنا ونقلبهم كويس. اول ما الفراخ لونها يغير معانا هننزل بالبصل بتاعنا قطعينه جونيور بالشكل ده كده، هنقلب كويس. هننزل بمعلقه من الثوم المفروم، نص كوبايه من الذره دي احنا مخزنينها في البيت، نص كوبايه، وهنقلب كويس. ممكن عادي نستغنى عنها الناس اللي ما بتحبش الذره في الاكل. هننزل بالتوابل بتاعتنا، معانا فلفل اسود ومعلقه صغيره من الكزبره ونص معلقه كمون، مرقه دجاج فوريه، توابل فراخ وبابريكا وملح. هنفضل بقى نقلب فيها كده. هننزل بفلفل الوان، اي فلفل الوان، ما عندكيش الا الاخضر عادي، مش لازم نجيب الاحمر ولا الاصفر، احنا عايزين نلمها باي حاجه. بصوا بالشكل ده كده وهنقلب. عايزه اقول لكم الاكله دي تحفه، انا شفتها على فكره على التيك توك بس ما كانش فيها ذره وانا زودت القيمه الغذائيه بتاعتها عشان الولاد ياكلوها. البطاطس بتاعتنا لما اتسلقت هننزل عليها بربع كوبايه من اللبن، هننزل بملح وفلفل وبابريكا وثوم باودر وبصل باودر وكزبره وكمون على البطاطس بتاعتنا، وهنهرس. معلش حطينا معلقه سمنه كبيره. جبنا السرفيس بتاعنا اللي هندهن فيه زي ما انتم شايفين كده، الصينيه البريكس دي هنحط فيها بطاطس. هننزل بنص البطاطس وهنفرد زي كأننا بنفرد البشاميل بالظبط. فردناها بالشكل كده ده. هننزل بقى بالفراخ بالشكل ده كده. هنحط بقى البطاطس الباقيه خلصت بالشكل ده. بقى هنزينها بالجبن بتاعتنا، دي جبنه شيدر، هننزل بالجبنه الموتزاريلا تبقى بالشكل ده كده. هندخلها بقى الفرن على درجه حراره 180 لمده 10 دقايق تاخد وش من فوق، وهنشغل فوق وتحت الشوايه وفوق وتحت عشان تاخد وش، وبرده تاخد ايه حته تحميره من فوق بسيطه تحت بسيطه بتاعتنا. ايه اول ما خرجناها من الفرن بالشكل ده، شايفين يا حبايبي بالشكل ده كده. يلا بقى هنوريكم شكلها بقى والطعم بقى ما اقولكوش. اوريكم كده يا حبايبي، بصوا عامله ازاي، جميله ازاي، بعيش بقى تاكلها بالمعلقه تحفه، ومعاها سلطه بقى ما اقولكوش. ما ننساش لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتعت مين.